السلام عليكم. هنحكي النهاردة عن جزئية خاصة بالفنان الراحل نور الشريف. صلى على النبي وكل من النبي يصلي عليه، ويلا نحكي الحكاية. نور بيقول: ما تستغربوش لما تشوفوا القهر والبؤس في عيون اليتامى. اليتيم اللي اتحرم من أبوه أو اتحرم من أمه وتخلى عنه الطرف التاني. أنا عشت التجربة دي. بيروي نور في مذكراته وبيقول: أنا اتولدت يتيم، أبويا توفى قبل أنا ما أتم السنة، وأمي اختفت أول ما بدأت أفهم وأتلمس طريقي في الحياة. أبويا لما توفى كان عنده 26 سنة، شاب في ريعان شبابه. كنت أنا لسه مولود وعمري شهور. كان فرحان بيا جدا، لكن القدر ما أمهلوش إنه يشوفني وأنا بكبر وأبقى سنده وعكازه، ويقدر يتباهى بيا قدام كل الناس. وما أمهلنيش كمان القدر إن أفرح بوالدي وأستند عليه وأكبر وأنا بتمتع بيه وبتمتع بخيره. زي ما قلت، أبويا توفى وأنا قبل ما أتم السنة. كنت أنا وأختي عواطف عايشين في بيتنا مع والدتي. وأنا عندي 5 سنين بدأت أتنبه، ملقتش كمان والدتي. والدتي اتجوزت وسافرت برا مصر، سافرت السعودية، وسابتني أنا وأختي عواطف لوحدنا. سابتني في بيت في الخليفة كله زحمة وكله ناس، وأنا مش فاهم إيه اللي حواليا. مع إن الطفل لما أبوه بيموت بيتعلق أكتر بأمه، بتبقى هي كل حاجة في الحياة، هي السند وهي العزوة، هي اللي بتخطط له مستقبله، وهي اللي بتحميه من كل حاجة في الدنيا. لكن للأسف حتى أمي اتخلت عننا، فضلت الجواز وإنها تكون موجودة مع جوزها على إنها تبقى موجودة معانا. أنا كبرت وأنا ناقم عليها، كنت بكرهها عشان تخلت عننا. ما قدرتش أغير فكري إلا لما كبرت. فضلت شوية التمس لها العذر إنها كانت محتاجة راجل ومحتاجة ونيس، لكن إحنا وإحنا صغيرين أنا وأختي كنا محتاجينها، لأن ما كانش لينا في الدنيا غيرها. بيحكي نور وبيقول: بيت الخليفة ده كان بيت عيلة، وكان بيت عمي، بيتنا ملكنا. بيقول البيت كان فيه عمي أمين، وهو اللي قام بتربيتي أنا وأختي، وعمي إسماعيل، وده كان القدوة ليا لأنه كان هو شهم وكريم وأصيل، وأنا اتعلمت منه الشهامة والرجولة، وكان هو مثلي الأعلى. وكمان عمتي كانت عايشة في البيت هي وولادها. البيت كان فيه 12 طفل، أنا وأختي وولاد عمتي وولاد عمامي. اتربينا وسط الزحمة دي، وسط العيلة الكبيرة دي. ما كانتش عيلة كبيرة في الحسب والنسب، لكن كانت عيلة كبيرة في عدد أفرادها. البيت كان تحت منه دكان بيشتغل فيه عمي بقال، والدكان التاني كان مخزن كبير للبقالة بيرص فيه عمي الخزين بتاع البقالة. والبقالة دي كان أبويا كمان رحمة الله عليه شريك فيها. عشان كده لما عشنا مع مامي كانوا هم اللي بيتولوا كمان الصرف علينا، إن هم كانوا شركاء لأبويا في البقالة. بيحكي كمال نور وبيقول: كنا عيلة غريبة. أنا أبويا مات وأمي سابتنا، أما عمي أمين فمراته هي اللي ماتت وسابت له 6 أطفال، ورفض إنه يتجوز علشان يعتني ويربي أولاده، ورفض يجيب مرات أب لولاده. أما عمتي كانت رخرة ساكنة معانا في البيت هي وأولادها، وكان جوزها مصمم ما يجيب لهاش بيت مستقل ويقول لها خليكي قاعدة مع اخواتك في البيت. وسابنا وساب عمتي وراح اتجوز واحدة بعيدة عنها، وعمتي كانت العصمة في ايديها فطلقته، ورفضت انها تتجوز، وتولت تربية جميع ولاد اخواتها انا واختي عواطف وال6 ولاد عمي امين ومع اولادها كمان. فكانت هي ام للجميع، وكانت حنينة جدا علينا، وكانت طيبة وتعتبرنا كلنا اولادها. عمي اسماعيل اللي انا كنت بحبه شايفه قدوتي كان نجار، كان عنده ورشة للنجارة في السيدة زينب. عمي اسماعيل اللي كان عايش معانا هو ومراته، لما مراته شافت الزحمة اللي في البيت، وده ابوه مات وده مراته ماتت،
فقالت لأ، أنا عايزة أخد بيت لوحدي، وراحت تسكن جنب الورشة بتاعة النجارة في السيدة زينب. لكن عم إسماعيل أبويا جاله في المنام واداله جوز حمام أبيض وقال له خلي بالك منهم يا إسماعيل. عمي فسر الحلم على إن دول أنا وأختي، وإنه لازم يخلوا باله مننا. وأنا نشأت بقول لعمي إسماعيل يا والدي، معرفش أب غير عم إسماعيل، وكنت فاكره هو أبويا، وفاكر عمتي هي أمي، لغاية ما رحت المدرسة ودخلت أي يوم في المدرسة بينادوا عليا. كمان أنا اسمي في شهادة الميلاد محمد جابر. أنا ما كنتش أعرف لأن كان بينادوني في البيت بنور، وده الاسم اللي أطلقه عليا جدي، كان بيقول لي يا نور. ودايما في الأحياء الشعبية زمان كان كل طفل ليه اسمين، اسم في شهادة الميلاد واسم بيتنادى بيه. أنا كان الاسم اللي بينادوني بيه هو نور، فأنا عارف إن أنا اسمي نور. رحت المدرسة بيقولوا محمد جابر، أنا ما أعرفش مين محمد جابر. اتفاجئت في اليوم ده إن أنا اسمي محمد جابر ما اسميش نور، وإن إسماعيل ده عمي مش أبويا. واتلخبطت كل المفاهيم اللي أنا أعرفها عن حياتي، ورجعت البيت وأنا مكسور الخاطر. نور بيقول لما رجعت البيت حكيت لهم إن في المدرسة بيقولوا لي أنا اسمي محمد جابر، وأنا بقول لهم لأ أنا اسمي نور إسماعيل. أخدوني واحدة واحدة وقالوا لي إن إسماعيل ده يبقى عمي، هو اللي رباني بعد وفاة والدي اللي توفى وأنا عمري لسه شهور. نور بيقول قعدت فترة مش مستوعب اللي بيتقال، وكان عندي حزن رهيب، مع إن عمي إسماعيل طول الوقت كان بيديني الحب والحنان. بس إحساسي فجأة إن أنا شخص يتيم أو طفل يتيم، يتيم الأب ويتيم الأب، خلاني أحس طول الوقت بالكسرة، كسرة لازمتني لغاية لما كبرت. دي كانت من مذكرات نور الشريف. الله يرحمك يا نور، اجعل مأواك الجنة. وأنا أختكم همسة، ودي قناتي، من فضلكم ادعموني باللايك والاشتراك في القناة عشان تكبر بيكم وليكم. إلى اللقاء.